السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في كل مكان، ومكملين مع بعض يونت 4 إن شاء الله. النهاردة هنحاول مع بعض نخلص باقي اليونت بالكامل، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اللايك بيساعدني ان انا اقدر ان انا اكمل معاكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. هنبدأ النهاردة بدرسنا بعنوان estimating the sum and difference. النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة اسمها estimating، والكلمة دي مهمة جدا وإن شاء الله هتستمر معانا العام القادم واللي بعده واللي بعده كمان. تمام. طيب يعني ايه estimating معناها is finding a number that is close to another number. معايا رقم عاوزة اجيب اقرب حاجة للرقم ده ايه. بس خلي بالكم اهم حاجة ان هو يكون، او انا بستخدم التن. بستخدم ايه؟ بيقول لك I can use the nearest 10 to estimate. بستخدم الأقرب للتن. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي هنا، تعالوا ناخد كده مثال علشان نكون فاهمين. تعالوا معايا ناخد كده هنا مثال. use the 100 chart to estimate the following number. عاوزنا نستخدم التشارت دي علشان نعمل estimate للنمبر ده. انا معايا هنا في 41. تعالوا معايا نشوف 41 دي is closer to لمين. فين 41 عندنا اهي. انا قلت اهم حاجة تكون is closer to لمين؟ لnearest 10، لاقرب 10. nearest 10 يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120. النمبر 41 is closer to لمين؟ مين عندنا اللي قبله على طول؟ اللي قبله على طول اللي هو 40. فبالتالي ال 41 is closer to لمين؟ هكتب هنا عندنا 40. طيب يا مس لو قال لي مثلا عندنا 42 يبقى اقرب لمين؟ اقرب لل 40. طب لو قال لي يا مس مثلا عندنا 49 يبقى هي is close to لمين؟ لل 50. طب لو قال لي 48 هقول له is closer to برضو لل 50. قريبة من مين؟ اهي قريبة من ال 50. طب لو قال لي 45 هقول له برضو is closer to لل 50. طب لو قال لي 43 لا 43 دي اقرب لمين؟ اقرب لل 40. تمام. يبقى لو قال لي 41 42 43 44 هقول له عندنا is closer to ل 40. 45 46 47 48 49 هقول له is closer to مين؟ لل 50. يبقى اي نمبر انا بشوفه هو is closer to لمين في دول؟ ل 10 20 30 40 50. وطبعا ده بيكون على حسب الوانز اللي موجود معايا هنا. اللي مش فاهم برضو تعالوا نوضح الكلام. 26 is closer to عندنا دي مين؟ دي 6. طب ال 6 دي ممكن تكون is closer to، ما هي 26 دي يا اما عندنا قبلها هتكون closer to لل 20 او هتكون closer to لل 30. ما هي بينهم عندنا ما بين الاثنين ال 20 او ال 30. ال 6 دي هتكون قريبة لل 30 ولا قريبة عندنا للزيرو؟ لا طبعا قريبة لل 30. يبقى هقول له is closer to 30. ال 14 ده لو انا عاوزه احل من غير الشرط دي، لان الشرط مش دايما بتكون قدامي. طيب 14 is closer to عندنا ال 4 دي. طبعا ال 10 طبعا معانا هنا، وبعدين عندنا مين؟ ال 20. ما هي 10 و 20. تمام. ما هي ال 14 دي في النص ما بينهم. طيب 14 دي closer to لل 10 ولا closer to عندنا لل 20؟ لا عندنا closer to لل 10. طيب 73 عندنا هنا احط 70 واحط هنا كام؟ احط 80. طيب 73 closer to لل 70 ولا closer to لل 80؟ هي اقرب لمين؟ ال 73 اقرب لل 70. يبقى اقول له 70. طيب 32 قبلها عندنا اللي هي 30 وعندنا بعدها اللي هي 40. طب هي closer to لمين؟ اكيد طبعا closer to عندنا ال 2 دي closer to للزيرو is closer to لمين؟ لل 30. طيب تعالوا هنا عندنا 8. ال 8 is closer، ما هي ال 8 دي بعدها 9 وبعدين 10، يعني هي اقرب لل 10. اقول له اقرب للزيرو؟ لا مش هينفع، ال 8 بعيد خالص عن الزيرو، هي قريبة من ال 10. طيب 57 is closer to عندنا هنا 57. طيب هي closer to لل 50 ولا closer to لل 60؟ لا 57 58 59 عندنا 60 يبقى هي is closer to لل 60. طيب 89 ما هي 89 بعديها يمس على طول 90 يبقى is closer to 90.
طيب 18 19 20 يبقى هي is closer to مين ل 20. لازم لما اعمل estimate يكون الاستيميت ده ليه closer to 10 20 30 40 50 60 70. ما ينفعش اقول له هو is closer to 85 ولا 83 ولا 64 ولا اي حاجه من دول. لا، انا بستخدم بس عندنا ايه اللي هي الجزئيه دي، بقول is closer to لل 10 لل 20 لل 30 وعلى حسب النمبر اللي معايا. تمام. تعالوا معايا في الجزئيه دي انا هحلها عن طريق الاكسرسايز اللي معايا هنا. فانا بقولك استخدم ال 120 شارت، اللي حابب يستخدمها يستخدمها، اللي حابب يحل على طول زي ما علمتكم استخدموها. 27 is closer to وهي اقرب لمين؟ ما هي 27 28 29 عندنا 30، هي قريبه من ال 30. هقول له قريبه من ال 20؟ لا، بعيده خالص عنها. 82 لا، 82 دي يمس قبلها على طول في 81 وفي 80، يعني هي is closer to لل 80. اقول له 90؟ لا، 90 دي بعيدة خالص. طيب ال 9 دي سهلة، ال 9 على طول بعدها 10، زي ما قلت احنا بنستخدم 10 20 30 40 50 وهكذا. تمام. طيب 38، ال 38 دي دي 8 بعيدة شوية، يبقى بعدها 39، بعدها عندنا ايه؟ بعدها 40، يبقى closer to لل 40. طيب 64 لا، 64 دي قريبة من مين؟ عندنا من 60. عشان ايه؟ علشان عندنا الفور دي قريبة من الزيرو. تمام. طيب هنحل دي لوحدنا. تعالوا نعمل الاستيميت ده لكن عن طريق المسائل اللي بتكون addition. بنحلها ازاي؟ اول حاجة عندنا حاجة اسمها actual number. يعني ايه actual number؟ يعني عندنا number بيكون حقيقي، اللي هي المسألة الحقيقية، يعني الناتج الحقيقي اللي انا بجيبه من المسألة، فده اسمه actual. اما بعد كده انا هجيب الاستيميت، والاستيميت ده مش بتكون الحاجة دقيقة، لا، انا بجيب كده زي ما قلت كده، بعمل او بجيب estimate ل closer number finding number that is close to another number. عندنا في رقم بجد الاقرب رقم ليه، هو ده اللي اسمه الاستيميت. طيب عندنا زي 37 دي اول حاجه طبعا هو بيقول لك ايه؟ جيب اول حاجه تعمل استيميت. هعمل استيميت اول حاجه لده، وبعدين اعمل استيميت لده، وبعدين اعمل لهم اديشن، وبعدين اجيب الناتج الحقيقي. طيب عندنا ده لما اعمل له estimate 37 is closer to هي الاقرب لمين؟ اكيد طبعا اقرب ل 40. ما هي 37 38 39 عندنا 40، هي اقرب لل 40. زي ما قلت وبكرر، انا بشوف عندنا is closer to اقرب لمين؟ لل 10 ولا ال 20 ولا ال 30 ولا ال 40 وهكذا. تمام. فعندنا 37 دي ما بين مين؟ ما بين عندنا 30 وما بين 40. طب هي closer to لمين؟ لل 30 ولا لل 40؟ لا، ال 37 دي قريبة عندنا من ال 40. لو قال لي مثلا عندنا النمبر فيه 35 36 37 38 39، فده اقرب كله لل 40. لا، نزل تحت شوية 30 مثلا 4 33 32 31، ده لا بيكون is closer to لل 30. تمام. طب 22، ما عندنا 22 دي قريبة is closer to لمين؟ لل 20. نعمل لهم addition. 0 plus 0 0 و4 plus 2 equals عندنا كام؟ equals 6. كده انا جبت له 60. ده estimate مش الناتج الحقيقي. لكن تعالوا نجيب الاديشن بتاع الاتنين دول. هقول 7 plus 2 equals 9 و3 plus 2 equals 5. شايفين معايا انا جبت كام؟ جبت 59. ده الناتج الحقيقي actual sum، الناتج الحقيقي ده عندنا الاستيميت. شايفين معايا لو جيت عملت استيميت لده هتلاقيه كام؟ هتلاقيه 60. ما هي 59 بعدها كام؟ بعدها 60. يبقى على طول عندنا ده كده الاكتشوال سم، الناتج الحقيقي، وعندنا ده اللي هو الاستيميت. تمام. ركزوا معايا، هناخد واحده تانية علشان مش هحله كله معاكم. عندنا هنا 58 is closer to لمين؟ عندنا 58 59 يبقى هي is closer to ل 60. 27 عندنا 7 دي يبقى is closer to لحاجة فوق اللي هي مين؟ عندنا 30. يبقى 60 plus 30 equals 90. تعالوا نجيب الناتج الحقيقي. هقول 8 plus 7 equals 15. 1 plus 5 equals 6 plus 2 equals 8. شايفين 85 is closer to لمين؟ is closer to لل 90. تمام. دي بالنسبة لمسألة addition. طب تعالوا معايا لو هي مسألة minus.
يلا مع بعض برضو. 73 is closer to مين؟ هتقولي closer to 70. و 21 is closer to 20. يبقى 70 minus 20 كام؟ عندنا 50. ده كده انا عملت له ايه؟ estimate. لا انا عاوزه اجيب الناتج الحقيقي. ممكن تحلها هنا وممكن تحلها هنا، خلينا هنا افضل. هقول 3 minus 1 ده الحل بتاعنا العادي خالص. 2 و 7 minus 2 equals ايه؟ equals 5. تمام. طيب هنا تعالوا برضو نجيب استيميت. برضو انا قلت ان احنا بنجيب الاستيميت is closer to لل 10 20 30 40 50 60 لحد 120. تمام. عندنا هنا 68. ما هي 68 دي closer to مين؟ اللي بعد ال 6 على طول اللي هي مين؟ 70. وال 21 closer to مين؟ عندنا لل 20. 70 minus 20 كام؟ عندنا 50. ده انا كده جبت له استيميت. طب انا عاوزه اجيب الاكتشوال الحقيقي. يبقى 8 minus 1 7 و 6 minus 2 عندنا كام؟ 4. شايفين معايا 47 دي لو جيت جبت لها الاستيميت بتاعتها هلاقيها كام؟ ما هي 7 دي عندنا قريبه من 47 48 49 عندنا 50. يبقى هي closer to لل 50. تمام. اي حد عاوز يحل المسائل دي وانا اصححها له ممكن يبعتها على قناتي على التليجرام وانا اصححها له، مفيش اي مشكله. تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا بعد كده معايا هنا في lesson 7 بيتكلم عن comparing the sum and estimation. مقارنة عندنا الناتج والاستيميشن. برضو نفس الكلام يعني مفيش حاجة جديدة فيه. تعالوا معايا برضو نحل كده exercise number 18. بيقول estimate the sum find the actual. شايفين معايا اوجد actual معناها الناتج الحقيقي يعني الإجابة الفعلية. choose if your estimation is accepted or not accepted. دلوقتي أنا بعمل estimation. تمام. بعمل estimation وبعدين بجيب actual sum. بشوف هل الاستيميشن اللي أنا أجبته ده بيكون عندنا موافق مع الاكتشوال ده يعني قريب منه، ولا هو بعيد خالص وانا اللي انا جبته ده خطأ. تمام. فلو هو قريب بقول له accepted، لو هو مش قريب بقول له not accepted. تمام. فمعايا هنا مثلا عندنا 62 وعندنا 11. اول حاجة انا بعمل estimation. تعالوا معايا بنعمل estimation ازاي. عندنا 62 دي is closer to مين؟ خلاص احنا عرفنا خلاص ان هي is closer to ل 60. تمام. بكتبها كده بيني وبين نفسي كده بقول is closer to 60. وال 11 دي is closer to لل 10. يبقى 60 plus 10 equal كام؟ equal عندنا 70. تمام. بعدين لما بيجيب لي عندنا بالشكل ده معناه ان هو عاوز يجزأ دي ل 2 parts على حسب الايه الفاليو بتاعته، على حسب الفاليو او البلس فاليو. فال6 دي موجوده في التنز بكام؟ عندنا ب 60. وال2 موجوده في الوانز ب 2. وعندنا ال1 دي موجوده في ال10 عندنا ب 10. وال1 موجوده في ال1 طبعا بكام؟ عندنا ب1. تمام. add the ones. اهو يقول لك اجمع الوانز. فين الوانز؟ الوانز اللي هي 2 دي وال1 دي. عاوز ال1 هنا وال1 هنا اللي هي 2 وعندنا 1 بكام؟ equal 3. add the tens. التنز اللي هي مين؟ اللي هي 60 واللي هي دي اللي هي التن دي اللي هي مكتوبين هنا عندنا. اقول له 60 plus 10 equals كام؟ equal 70. find the actual sum. يبقى انا هقول له عندنا 3 plus 70 equal 73. هحط الاتنين دول احطهم هنا هدينا 73. طيب انا جبت الناتج الحقيقي بتاعي الاكتشوال ده 73 وفوق جبت الاستيميشن بتاعي عندنا 70. هل هما الاتنين ان 73 جبت لها الاستيميشن بتاعتها هلاقيها 70؟ اه طبعا هلاقيها 70 صح. تمام. يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له accepted. تمام. بس كده. تعالوا اللي جنبها على طول. اول حاجه هجيب estimation لمين؟ لل 26. ال 26 اللي is closer to لمين؟ ما هي 26 27 28 على طول خلاص عندنا is closer to لل 30. طالما قلت عندنا هنا 5 6 7 8 9 يبقى هاخد اللي بعد ال 2 على طول. لا عندنا 4 3 2 1 يبقى هاخد اللي هي ال 2 نفسها. تمام. هنا عندنا 57 is closer to هقول ل 60. يبقى 30 plus 60 هيدينا كام؟ هيدينا 90. كده انا جبت الاستيميشن. تعالوا نجزأها. هقول له دي عبارة عن 20 plus 6. ما هي 6 موجودة في الوانز ب 6 وال2 موجودة في التنز عندنا ب 20. ال5 موجودة في التنز عندنا ب 50 وال7 موجودة في الوانز بكام؟ عندنا ب 7. add the ones. يبقى انا هقول له عندنا 6 plus 7 equals 13.
add the tens هقول له 20 plus 50 هيدينا كام؟ هيدينا 70. تمام. يلا معايا هحط هنا عندنا بيقول لك find the actual sum، عاوز نجد الناتج الحقيقي. هقول له 13، وهنا عندنا احط ايه؟ ال 70 اللي هي دي. 0 plus 3 equals 3، 1 plus 7 equals 8. انا ايه قلت؟ 83. لو جيت جبت الاستيميشن بتاعي لايه 83 هتبقى كام؟ هتقول لي 80. طب انا جبتها فوق كام؟ 90. يبقى هقول له accepted ولا not accepted؟ هقول له ايه؟ not accepted، مش متوافقة معاها، لاني انا لو جبت الاستيميشن لل 83 هتلاقيها كام؟ هتلاقيها 80، وانا فوق جبتها كام؟ فوق جبتها 90، يبقى عندنا لا، يبقى اقول له not accepted. تمام، مش متوافقة معاها، مش نفس الاستيميشن اللي انا جبته. تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا معايا هنا في lessons 8 and 9 adding by regrouping ones، يعني جمع بالإضافة. تمام. هنا عندنا الجمع عن طريق الإضافة ل ones. تعالوا برضو معايا نحل كده هنا عندنا من خلال الاكسرسايز. بيقول 34 plus 8 equals، أول حاجة طبعا احنا بنبدأ نرسم كل واحدة عندنا في التيبل ده. فهنا عندنا 4، عندنا دي ايه؟ عندنا 4. تعالوا معايا هنرسم الفور دي موجودة في الوانز. لما بتكون موجودة في الوانز انا برسم بس عندنا 4 كيوبز، يبقى 1 2 3 كده 4. تمام. وعندنا هنا كمان عندنا في التنز هرسم 3 كولومز، ادي كده 1، عندنا 2، تمام، وادي عندنا 3. طبعا احنا عارفين ان كولومز كل كولوم من دول بيكون فيه كام؟ بيكون فيه 10 من الكيوبز. مرة تانية، كل كولومز من ده بيكون فيه 10 كيوبس. تعالوا معايا هنا، شايفين معايا ده الكولوم، لو عدينا الكيوبس اللي موجوده من جوه دي هلاقيهم كام؟ هلاقيهم 10. يبقى عندنا كل كولومز من ده فيه كام؟ فيه 10 كيوبس. تمام. تمام. تعالوا معايا هنا، يبقى انا رسمت كده واحنا قلنا كام؟ 3 كولومز رسمناهم. معايا هنا عاوزنا بيقول لك اد 8، يبقى انا هرسم عندنا في الوانز 8. طب والتنس مفيش حاجه، ما هي عندنا 8 بس، يبقى هرسم هنا 8 ايه؟ 8 كيوبس، 1 2 3 4 5 6 7 وكده 8. تمام. يلا معايا عاوزين نعمل ايه؟ يقول لك هنا تنس وهنا عندنا وانز. عاوزنا نحط الوانز هنا، الوانز ده وده نحطه هنا، والتنس طبعا هنا فاضي، بس هنحط لو كان في حاجة نحطهم كلهم هنا. يلا معايا، بس خلي بالكم الوانز هنا لازم يكون في نمبرز من 0 لحد 9. اكتر من 9 ما بحطش هنا، هنا بيشيل بس من 0 ل 9، اكتر من كده ما بحطش. تمام. يلا معايا هبدأ كده اني انا احط من 0 ل 9. عندنا احط الكيوبس دي كلها ودي، بس لو زادت عن 9 مش هحطها. فيلا معايا هقول كام عندنا؟ ادي 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ايه ده دول يا مس 12، معنى كده ان هم اكتر من 9. طالما هم اكتر من 9 يبقى انا مش هحطهم. هحط مين؟ هحط عندنا اول واحدة بس، اللي هي مين؟ اللي هي ال2 دي. هحط ال2 هنا عندنا في الوانز. طيب يا مس ال1 دي، ما هي ال1 دي موجودة في التن، هوديها هنا في التن. هوديها فين؟ هنا في التن. وبعدين هاخد اللي موجود في التنز هنا واللي موجود هنا في التنز احطه هنا من الكولنز. يلا معايا 1 2 3. في حاجة هنا؟ مفيش هنا اصلا. خلاص حط كده ادي 1، ادي عندنا سوري كده 2، وكده عندنا 3 ايه من الكولمز. يبقى عندنا التنز فيها كام؟ فيها 1 2 3 4، احط هنا 4. والوانز فيها 1 2 بس احطه هنا، يبقى هم على بعض الاتنين كام؟ هقول له 42. تمام. باخد اللي تحتها على طول. يلا معايا اول حاجة هنا 52 بلس 9. هاخد ايه؟ هاخد ال2 دي وهرسم هنا عندنا 2 كيوبس. تمام. وال5 هرسم هنا 5 من الكولمز، ادي 1 2، عندنا 3 كده 4، وكده ايه؟ كده 5. تمام. بعدين هاخد دي طبعا هحطها هنا، بيقول 9 وانز، يبقى هرسم هنا 9 كيوبس، ادي 1 2 3 كده 4 5 6 7 8، وهنا عندنا 9. طبعا التن هنا مفيش حاجة. تمام. بعدين هنا بيقول عاوزنا نحط دول كده، نحطهم هنا. نحطهم ازاي؟ قلنا اهم حاجة ما يعديش عندنا من 0 لحد 9، اكتر من كده ما ينفعش.
تمام. نعد دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دول كام؟ 11. ما ينفعش احطهم طالما عدى ال9، ما ينفعش. يبقى بس هاخد ال1 دي واحط هنا عندنا ايه؟ كيوب واحده. طيب وال1 دي او عندنا دي موجوده في ال10، يبقى عندنا بكام؟ 1 كولوم، كولوم واحد بس، لان التنز بيكون فيها كولومز، اما الوانز بيكون فيها كيوبس. تمام. يلا معايا، هاخد عندنا التن هنا 1 2 3 4 5. مفيش حاجه هنا خلاص، يبقى احط هنا عندنا 5 من ايه؟ من الكولومز. ادي 1 2 كده، عندنا 3 هنا، عندنا كده 4 وكده عندنا ايه؟ 5. طيب هنا عندنا تنز وونز. الونز طبعا 1 واحده بس، كيوب واحده. والتنز 1 2 3 4 5 6، يبقى هقول له ايه؟ 6. يبقى ان اول كلهم كام؟ هقول له 61. ادي 6 وادي ال1 اهي. تمام. معايا هنا في lesson number 10 بتكلم عن adding more than two numbers by regrouping ones. نفس اللي انا شرحته دلوقتي، لكن هو مكتر فيها، مزود فيها، نفس الفكرة بالظبط، مفيش اي اختلاف. فهنا هنعمل ايه؟ عندنا هنا في، شايفين النمبرز دي؟ انا هاخد 2 numbers مع بعضهم، وهاخد هنا عندنا 2 مع بعضهم. حط 13 plus 31. هنا احط كام؟ 19. تمام، سوري. واحط هنا كام؟ 25 بلس 19. يلا معايا، هنا عندنا اول حاجه 13، يعني عندنا في دي موجوده في الوانز. ادي كده 1 2 كده 3. والتنز فيها ايه؟ فيها عندنا بس 1، يبقى احط 1 كولمز. هنا الوانز فيها 1 والتنز فيها 3، يبقى احط 3 من الكولمز. تمام. هنا عندنا هنعمل ايه؟ هناخد دول ودول نحطهم فين؟ نحطهم هنا 1 2 3 4، يبقى عندنا 4 من الكيوبس. طبعا هنا عندنا خلاص ما عداش ال9، يبقى بحط الفور كيوبس. والتنز 1 2 3 4 بحطهم فين؟ ادي 1، ادي عندنا 2 كده 3 وكده 4. طيب هنا عندنا الوانز فيها ايه؟ فيها 5. 1 2 3 4 5. والتنز بس فيها 2، يبقى 2 من الكولمز. تمام. يلا هنا الناين، الوانز موجودة فيها 9، يبقى 1 2 كده 3 4 5 6 7 8، عندنا كده 9. والتنز فيها بس ايه؟ فيها 1 كولوم. هنا عامل مع بعض دولت نعمل لهم اديشن. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دول وصلوا كام؟ وصلوا 14، وانا قلت لكم من 0 لحد 9 بس، صح كده؟ طيب هعمل ايه؟ هاخد ال14 دي هقسمها، هاخد ال4 دي احطها هنا 1 2 3 4، وال1 دي كولومز دي احطها فين؟ احطها عندنا فين؟ هنا. تمام. وطبعا معايا هنا 1 2 في الناحية التانية، يبقى كده 1 وادي عندنا ايه؟ عندنا 2. تمام. كده خلصت الشق ده. هنا الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ انا عندي جبت هنا دول، شايفين معايا دي؟ وانا جبت عندنا اللي هي دي. الاتنين دولت انا هحطهم هنا واعمل لهم اديشن. يعني انا جبت التنز هنا فيها كام؟ فيها 4 كيوبس. ادي 1 2 3 4. وجبت فيها الكولومز 1 2 3 4. ادي كده 1 2، عندنا كده 3 4. هنا جبت 1 2 3 4. ادي 1 2 3 4. وجبت الكولومز عندنا 3. ادي 1 2 كده 3. يلا مع بعض نعمل لهم اديشن. 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى هرسم 8 من الكيوبس. 1 2 3 4 5 6 7 كده 8. وبعدين التنز 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هرسم 7 من ايه؟ من الكولومز. 1 2 3، هنا 4 هنا 5 هنا 6 وهنا عندنا 7. تمام. يبقى كده خلاص عندنا. يبقى انا هقول له هنا نسينا نحط الجزئية دي، هحط هنا كام؟ ادي 44. تمام. وهنا ديت كام؟ ديت 34. يبقى 4 plus 4 equals 8 و 4 plus 3 equals 7. عندنا 78. هنا برضو ما عملناش addition، هقول عندنا كام الإجابة؟ 1 2 3 4. وهنا 1 2 3. هنا برضو نسينا بنعملها، ادي 1. هنا قلنا كام؟ 1 plus 3 4 و 3 plus 1 equals 4، عندنا 44. تمام. بس كده عندنا نفس الفكرة المسألة ونفس الأفكار بالشكل ده. وخلصنا مع بعض اليونت بالكامل. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. أي استفسار اكتبوه تحت في التعليقات. Thank you for watching. Bye bye.